بونجور حبيباتي، حبيت نشارك معكم هاد الوصفة لنهار اليوم. خبيزات محشيين لداخل بزاف بنان، على بالي راح يعجبوكم. ما تنسوش ديروا لي ابوني وديروا لي جام وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم. هاد الخبز يتشبه شويه للبورك التركي. ندوزو مباشره لطريقه التحضير. اول حاجه كنت جبت لهنا صدر تاع الدجاج، نص صدر يعني، حطيته في الاشواغ، زدت معاه حبه يعني متوسطه هكذا تاع البصل، ورحيتهم كامل في الاشواغ. بعد ما تحصلت على هذا الخليط فوالا راح نضيف عليه لي زيبيس. درت لهم الفلفل الكحل، ودرت معاهم شويه راس الحانوت وشويه تاع الكركم وبيان سور الملح. جبت لهنا طنجره حطيتها فوق النار، درت فيها شويه تاع الزيت، وراح نقلي هذاك الدجاج ديالي يعني نطيبه مليح في هذيك الزيت. فوالا بعد هذا غير نشوف الدجاج هذاك بدا يدخل له طياب، راح نحط عليهم الكزبر، كميه مليحه تاع الكزبر، ونعاود نقليهم كامل مع بعض. غير يطيب هذاك الدجاج ديالي راح نضيف عليه مغرف كبيره تاع فرomاج تارتيني، وندوب هذاك الفرomاج كامل في هذاك الدجاج. فوالا هاوليك الحشو ديالنا اللي تحصلنا عليه يجي بزاف بنين. نجوزو دوكا العجينه ديالنا، نستحقوا فيها كاس تاع حليب يكون دافي، مغرف ممسوحه تاع الملح، مغرف كبيره ممسوحه تاني تاع خميره الخبز. راح نخلط هادو كامل مع بعض، وبعد هذا راح نضيف عليهم 4 مغارف تاع الزيت، يعني حوالي 4 كاس هكذاك تاع الزيت. فوالا نزيد نخلطهم كامل مع بعض، وبعد هذا راح نضيف عليهم مغرف تاع النشا. هذا المغرف تاع النشا راح تخلي الخبيزات ديالكم يجوا بزاف خفاف. دوكا راح نزيد الفارينه، ندير الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني يعني نديرهم مع بعض، ونزيد عليهم مغرف صغيره تاع الملح. راح نعجن العجينه ديالي، نتحصل على هذه العجينه اللي تكون طريه وما تتلاصقش في اليد. راح ندلكها غير شويه، يعني حوالي دقيقه ولا 2 دقائق هكذاك برك، وراح نعاود نحطها في غيسيبيون، نغطيها بالبابي فيلم ونخليها تتخمر. غير تخمر لي حندي غازيها شويه، وراح نشكلها على شكل حربوش هكذا، ونقسمها على 8. انا قسمتها على 8، نتوما تقدروا تقسموها يعني كيما تحبوا الخبيزات ديالكم، اذا يجوا كبار ولا صغار. شكلتها هكا كريات، وحنعاود نغطيها نخليها واحد 5 دقائق هكذاك باش نروح نفتحها. ديت الخبيزه الاولى راح نفتحها على شكل مستطيل، يعني فتحوها بالطول، من بعد حاولوا تفتحوها بالعرض هكذا، يعني حتى تحصلوا على شكل يكون مستطيل. وحاولوا تفتحوا العجينه ديالكم رقيقه، يعني ما تخلوهاش خشنه. ونسيت باش نقول لكم فتحوها بالمايزينا، يعني ماشي بالفارينه، باش تجيكم مورقه وتجيكم العجينه ديالكم خفيفه. فوالا انا لهنا شكلتها على شكل مستطيل، راح نحط فيها الجبن هذا الكاري تاع الساندويتش، نحط الحشو ديالي وزدت عليهم فرomاج تارتيني من الفوق، وراح ندور العجينه ديالي بهذا الشكل. يعني قلت لكم هاد الوصفات تشبه نوعا ما للبورك التركي. نحي الزوائد منه ومنه، ونحط في البلا يعني هكذا، حطوا فيه ورق الطهي، وحطوا يعني الخبيزات ديالكم، قسموهم هكذا بهذا الشكل. انا قسمتهم على 3، وانتم تقدروا تشكلوهم خبيزات قبل ما تحطوهم في البلا ديالكم كيما تحبوا يعني. دوكا جبت لهنا البيض، درت له شويه تاع الخل وشويه تاع القهوه باش يعطيني هذاك اللون شباب. راح ندهنهم كامل من الفوق. ولهنا كنت شعلت الفرن ديالي على 180 درجه، يعني شعلوه من قبل. غير تبداو تفتحوا العجينه ديالكم، اشعلوا الفرن ديالكم. دهنتهم كامل بهذه الطريقه من الفوق بالبيض، وراح ندير لهم الساندويتش. انا زينتهم بالساندويتش، نتوما تقدروا تزينوهم ببذور الشيا ولا بالجلجلان، يعني كيما تحبوا. فوالا غير نزينهم، راح ندخلهم للفرن. وبعد ما طابوا لي هاي ديك النتيجه اللي تحصلنا عليها. هاد الخبيزات يجوا بزاف خفاف وبنان، يعني الحشو ديالهم بزاف بنين. نتمنى انكم تجربوهم. فوالا شوفوا لهنا يعني الفرomاج هذا كيفاش راهو دايب وسايح، يعني صراحة بزاف هايلين مع الشوربة ديالكم. فوالا راح نقسم معاكم لهنا حبة باش تشوفوا الحشو ديالنا كيفاش جا لداخل.
فوالا شوفوا، يعني صراحة يجوا يشهوا شهيتكم في الجنة إن شاء الله. نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة. ما تنساوش تزوروا قناتي كوينز كيتشن. تلاقاو مرة واحدة أخرى إن شاء الله. سلام.